السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه يا أحلى متابعين في الدنيا، أخباركم إيه؟ إن شاء الله النهارده بإذن الله هنعمل شاورما جميلة وسهلة جدًا وخفيفة، وكمان العيش بتاع الشاورما معاها. أول حاجة قطعت نص كيلو بصل كده حلو كده ومتين، ونزلت بيه في معلقتين سمنة أو زبدة، وحطيت معاهم كمان قرن فلفل أخضر، وقلبت كله وشوحته على النار. قلب كده زي ما انتم شايفين، دوبك بس كده يتشوحوا معايا، وانزل بقى ايه البهارات بتاعتي، بهارات الفراخ، بهارات سبع حبات تخلي الشاورما حلوه برضو طعمها حلو، واقلب كله مع بعضه واشوحهم كويس. كمان معلقه كاري تخلي الشاورما طعمها جميل. ودي معلقه خلطه الشاورما. ومن البصل كده احس ان هو دبل معايا. هنزل بقى الفراخ بتاعتي. الفراخ دي كانت صدور، انا كنت يعني كانت مبقيه عندي، مسلوقه مبقيه عندي، فكرت قلت اعمل لهم بيها شاورما. بيحبوها جدا، بيحبوا الفراخ شاورما وفاهيتا والكلام ده اكتر من ان هي متحمره في الفرن ومطبوخه والكلام ده. وبعد كده نزلت كمان بطماطمايه مقطعه وهقلب برضو. طبعا الفراخ زي ما قلت لكم اللي هي مسلوقه قبل كده، مستويه يعني. وهنا كمان كان عندي معلقتين طحينه من اللي انا عاملاهم، حطيت لهم شويه خل ونزلت بيهم على الشاورما، بتخلي طعمها جميل جدا. وكان لو كان عندي زبادي كنت حطيت كمان، لكن ما كانش عندي زبادي، فاكتفيت بسلطه الطحينه والخل. قلبت كده، تعتبر الشاورما بتاعتي بقت جاهزه وجميله. دي هنا برضو معلقه طحينه تاني ضفتها. وكده بقى اروح ايه، الشاورما خلصت، هروح اعجن العيش. هنا حطيت العيش عجنته سهل جدا طبعا، ميه ودقيق وملح بس، وعجينه عاديه زي ما انتم شايفينها كده. معلش بقى التليفون فصل مني وانا بعجنها، بس عجنتها قبل كده كتير في القناه. ودي الخلطه اللي هتخلي بقى ايه، ان هتخليني اسوي رغيفين ثلاثه مع بعض وبسرعه يعني. نص كوبايه زيت وحطيت عليها معلقتين دقيق، وهقلبهم مع بعض كويس كده. المعجون ده هدهن لما اجي افرد الرقات بتاعه العيش بتاع الشاورما مع بعضه، عشان اقدر اسوي اتنين وتلاته على بعض وما يعجنوش مني. هوريكم ازاي. هنا قطعت العيش بتاعي الحجم اللي انت عايزاه، وهنا خدت 3 كور احطهم على بعض. بفرد الثلاث كور قد بعض كده خالص زي القرص الصغيره. احاول انقيهم يكونوا قد بعض، واحاول ان اقطعهم قد بعض عشان ما تعبونيش لما اجي اسوي او افرد. بصوا كده، 3 اهم زي بعض. هاخد بقى من الزيت على الدقيق اللي انا عملته ده، هدهن كل واحده واحط عليها التانية. انا خدت 3، ممكن تاخدي 4، لكن لا، يستحسن في الاول تاخدي 3 بس، تفرجيهم على بعض عشان ايه، لحد ما تتعودي، وبعد كده تزودي براحتك. ادهن كويس، وبعد كده احط التالتة، والتالتة اللي على الوش مش بحط لها عشان تبقى سهل الفرد معايا، مش على دي بس، ما احطش من الزيت على الدقيق ده، احط دي بس واعجن. بفردهم، بعد ما بفردهم بسويهم على النار. هوريكم المره الجايه الفرد بتاعهم. دول فردتهم اول حاجه وايه، وسويتهم. وبعد ما بيستووا بطلع كل واحده بوحدتها على طول، بتطلع معايا ما شاء الله. دي طريقه سهله جدا. على طاسه كده قلبتها بقى وهسوي عليها.
بصوا كده اهو، انا حطيت هنا دقيق، فردت 3 عشان اوريكم ازاي بفردهم، وحطيتهم على بعض. بصوا كده زي ما انتم شايفين، حاطه دقيق على الوش، مش حاطه زيت بدقيق، لا دقيق بس. بحاول بس في الاول خالص اني اظبط ال3 قد بعض، عشان لما يستووا او لما افردهم يطلعوا مني ويطلعوا زي بعض قد بعض بالظبط. شايفين اهو زي كده. في الاول دوت بفردها من ناحيه، وبفردها من الناحيه التانية من تحت ومن فوق يعني، واظبط كده علشان يطلعوا ايه التلاتة يتفردوا معايا زي بعض. بخلي بالي كده كل شويه. الطريقه دي سهله جدا، والسائل اللي انا حطيته دوت اللي هو الزيت بالدقيق بيسهل عليكي كتير، وبيخلي الفطيره لما تستوي تطلع من بعضها بكل سهوله، ما تعجنش ولا تشوك في بعضها ولا اي حاجه. بفضل بقى اكبر في العيش بتاعي، او في الفطير بتاعي، او في الخبز التورتيلا بتاعي دوت اللي انا بفرده، لحد مقاس اللي انا عايزاه، ولحد مقاس الطاسه اللي انا هسوي عليها. زي كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله. كده بقى خلاص اهو بفردها، فردت معايا بقت حلوه حلوه كده كويسه ما شاء الله مظبوطه. بعد كده بشيلها بقى واحطها ايه على الطاسه اللي هسوي عليها. حطيتها على النار كده، بص بقى ما شاء الله، وبقلبها بقى. لازم ما تحطيها على النار، تقلبيها هنا هنا ثواني هنا ثواني على الوشين، علشان تاخد اللون ما شاء الله من ناحيتين. بصوا ما شاء الله بتطلع ازاي بكل سهوله، شفافه جدا وجميله جدا وطري جدا. بتمنى تجربوه بالطريقه دي، وباذن الله هيعجبكم بصراحه، يعني هيعجبكم. بصوا ما شاء الله كده انا خلصت العيش، بصوا جماله، شايفين ما شاء الله. على فكره المطبخ عندي تحت ضلمه شويه، فالاضاءه ظلمه، لكن شايفين ما شاء الله طري وجميل جدا. يعني لما بتسوي ال3 مع بعض بتخليه طري وزي الزبده كده، شايفين ما شاء الله، واصفر وجميل خالص. بسم الله ما شاء الله تحفه. تجربوا الطريقه دي في الفرد هتريحكم كتير، وتقولوا لي بالله عليكم لو الفيديو عجبكم، وتعليق حلو منكم كده يعني بيشجعني اني انزل فيديوهات كتير. بصوا الجمال ما شاء الله جميل جدا. بس كده بحطه بقى على الطاسه، وبحط جواه الشاورما اللي عملتها عشان الفه واحمصه شويه او احمره شويه. بصوا كده بحط هنا عشان ماسكه التليفون بايديا واوريكم يعني، فبقفل من هنا ومن هنا، وبلف كده السندوتش بتاعي او الصاروخ بتاعي او خبز التورتيلا بتاعي اللي هعمله لهم بالشاورما، وبحطه على النار يتحمص شويه. وهنا عملت لهم اهو ما شاء الله بقى، وهحمصهم، حمرهم على الناحيتين وبسخنهم يعني. وبتمنى الفيديو يكون عجبكم، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ان شاء الله، وتعليق حلو منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.